السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا. عاملين ايه؟ تعالوا كلوا معانا. كنا لسه عاملين لكم وصفه اللي هي بتاعت الايطاليان باستا انا دخلت في الموضوع بدون مقدمات عشان جعانة. والتاكو اهي الايطاليان باستا دي وصفة ليلي، ان شاء الله هنزلها لكم قريب على القناة. والتاكو اهي. تعالوا كده. ناكل بقى. بعت لكم انا الوصفه، يعني نزلت لكم ان شاء الله، يا اما هنزله بعد الفيديو ده الوصفه يا اما قبل. تمام؟ يلا ناكل عشان احنا جعانين قوي. بسم الله. حلوة. انصحكم لما تشوفوا الوصفة في القناة جربوها، مش هتخسروا حاجة، مش هتندموا. هي اساسا الفيديو للمكرونة اللي هي الباستا الايطالي، الطريقة هي بتاعت الباستا، وعملنا معاها التاكو. لذيذة والله. الشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. قال سيدنا نقول الأول بسم الله أولا وآخرا، معلش تلاقينا في الكلام معاكم ونسينا نسمي. ومن كانوا ينتقون أطايب الكلام والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة القمر عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بقى على النبي في كومنتات كتير، صلى الله عليه وسلم. شوفونا كده وشجعونا بكومنتاتكم الحلوة عشان انتوا وحشتونا بصراحة. قول الفحش وبذيء الكلام والله وحشتونا. دائما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انا هتكلم. هي بص بص لا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظرا. الحكمة بتقول لك الصمت في حضرة الإيه؟ وقد أمر الله تعالى الجمال جمال. طبعا. الناس تمام. حتى مع المخالفين الموضوع مش محتاج كلام، هو محتاج صمت وناكل المستطعم بس. طبعا. بالناس قلنا نشرككم معانا في اللحظات الحلوة. اتفرجوا كلوا بس. هناكل لكم احنا هناكل لكم. حسنة مع جميع المخاطبين الأصدقاء والأعداء. أما مع عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا والله. مودتهم ويستديم صداقتهم ويسد منافذ الشيطان إلى قلوبهم. ديكوا وحشة فينا. بصوا قلت له هات المنديل ما لقاش. يا ساتر ويكسر حدتهم مناديل. أو على الأقل يوقف تطور الشر المنديل ضايقكوا تاني. وضرر. ايه رأيكم بقى؟ عايزة اكلمكم في موضوع كده، ترند الاخير اللي حصل ده بتاع الست اللي اسمها سناء، كانت بتتكلم مع سلفتها وعماله سوري يعني فرشها لها الملايه، وعماله تهددها بانها هتجيب شيخ يتوضى بلبن في الحمام عشان يسود عيشتها، عشان زعلانه. ترند شفناها على الفيس وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب كله، عشان ما تخلفش، عشان مش عارف ايه، وهي سلفتها بتصورها وبتكدها والتانية على اخرها. ايه اللي اتقال ده؟ وليه حاجة زي دي تحصل؟ وايه اللي ممكن يخلي واحدة توصل توصل للحد ده من الحقد ومن الغيرة ومن الكره والتمني زوال النعمة مهما كان. وواضح، انا من رأيي واضح ان سلفتها دي كيادة قوي وبتصورها، واعتقد ان هي واخدة قصة الحمل وانها ولادة وكلام من ده، واخداها محتوى في انها تتنمر عليها وانها تطلع كدها وغيظها في الست التانية اللي هي كانت عماله، هي سلفتها التانية اللي كانت ترند عليها وكانت عماله تشتم فيها وتقول لها هعمل وهسوي فيكي وهعمل لك اعمال مش عارف ايه. التانية تقول لها تسوي لي اعمال، تسوي لي اعمال. هو اكيد طبعا القصه كلها مش
الفكره في ان هو طبعا اللي اتقال واللي اتعمل ده طبعا انا ضده. وتطلع اطلع. هم. نكمل موضوعنا. وضد فكره الشرشحه وقله الادب وقله الدين، لكن برضو ضد فكره ان واحده تكون قد كده بني ادمه كياده وتصن. فاما بنعمه ربك فحدث. ربنا اداكي وعطاكي ورزقك من واسع واداكي البنين والبنات. انا من منظوري انا مش يعني ما درستش الترند قوي او ما شفتش الفيديو قوي ولا عارفه الموقف بكل حيثياته يعني. بس اللي لقطته وفهمته انها سلفتين، واحده عماله تكيد في الثانيه ان هي بتخلف ولاد وصبيان او صبيان وبنات، والثانيه متكاده وهتتجنن. ايه اللي وصل الثانيه للكيد والجنون غير هي سلفتها بكيدها فيها وجوزها واهل جوزها لما اكيد عايروها وقالوا لها يا اللي ما بتخلفيش، يا اللي مش ولاده ولاد، يا اللي مش بتجيبي عيال، يلي ووصلوها لكده سنين من القهر والظلم والتنمر عليها واحساسها بالقله والنقص واحساسها بالضعف واحساسها بالهوان في وسط عيله وبيت عيله وكلام من ده. والتانيه جايه بقى تترك على الحديد وهو ساخن وعماله مش مخليه وبتصطاد في الميه العكره وكمان مصوراها. الموضوع واضح ان هو مع سقف الاصرار والترصد كادوا فيها وحموا قوي الولعه على قد ما يقدروا لحد ما وصلوها او سلفتها يعني بالاخص لحد ما وصلتها ان هي تعمل كده، وبعدين خدوا اللقطه عشان تبقى ترند. او جايز والله اعلم ممكن تكون دي تمثيليه كلها عشان الناس اللي اتجننت من الترندات واتجننت من الفيديوز اللي يجيب ريتش ويجيب ويتشاف وكلام من ده، فبقوا يعملوا اي حاجه. وممكن يكون ده موقف حقيقي حصل. انا مش ضد اللي كانت بتشتم وبتقول الالفاظ وتتوعد سلفتها بانها توقف حالها وتوقف مش عارف ايه حياتها وكلام من ده، انها ما تجيبش عيال تاني وتعملها اعمال وكلام من ده. وضد برضه فكره ان الطرف التاني يكيد ويستخدم النعمه اللي عطاها له ربنا في انه يشوف نفسه على خلق الله ويشوف نفسه على الناس اللي ربنا لسه ما اكرمهاش. فكره التنمر، فكره التعالي بالنعم، وفكره الاستخفاف بمشاعر الغير، فكره قصه ان الناس ما تحسش وما تحافظش على مشاعر بعض وما تحسش بالاذى النفسي اللي ممكن يقع كضرر على الشخص اللي لسه ربنا ما اكرمهوش بالنعمه دي. قد ايه مفيش انسانيه ولا رحمه عند اللي كانت بتصور. ومش هقدر الوم على اللي قاعده تتكلم بالطريقه دي وهددت وتوعدت، لان اعتقد هي بيئتها كده وهي دي حياتها وهو ده هو ده النمط اللي اتربت عليه. محدش يمكن يفهمها الصح من الغلط. عاشت واتربت او نشأت في بيئه هي دي طبيعتهم، مع احترامي للناس دي او البيئات من النوع ده على راسنا. بس يعني معرفش، هو الطرفين انا شايفه ان هم غلطانين، ومش المفروض ان حد يتعالى او يتغر بالنعم، لانها في لحظه ممكن ربنا يقلب النعمه لنقمه، وما نضمنش وما نعلمش ان العيال اللي انت عماله تزربيهم دول ولاد وبنات هيطلعوا ايه وهيتابوكي ويتابعوا عيلتكم كلها، ولا ايه اللي ممكن يحصل، ولا يطلعوا صالحين. وما نضمنش وما نعلمش برضو هي ربنا شايل لها ايه اللي لسه ما جابتش ولاد وكانت منفعله الانفعال ده في الفيديو. ف لا نفرش الملايه ولا نعمل اذى للناس عشان هم عملوا او عندهم احسن مننا، وده قمه الحرمانيه فيه، ولا برضو نتنمر ونتعالى بالنعم اللي ربنا عطاها. فانا شايفه ان الاثنين الطرفين وحشين للاسف ومشكله فيهم، ويعني هما الاثنين غلطانين قوي. فبجد كانت حاجه تزعل يعني، هو الفيديو زعل بصراحه. هو يعني لقى قيل وقال كتير قوي يعني ما بين مؤيد ومعارض على اللي اتكلمت وما بين المتعاطف معاها واللي لا يعني بيشين فكره اللي حصل ده.
وربنا يهديه ويصلح الحال يا رب. يعني جه في بالي الموضوع، فقلت نتناقش فيه مع بعض. اللي عنده فكره من الموضوع ده، او يعني او عنده فكره عن الترند ده وشايفه، يقول لنا رايه في الكومنتات. هو شايف اللي قالت كده واللي عامل كده صح ولا غلط؟ واللي كانت بتصور هل ده تصرف سليم؟ بس كمل اكلنا بقى. الحمد لله. خلصت؟ الحمد لله. خلصت وانا بتكلم؟ والله تحفه. لا يهمك. بطل عض في رجلي خربشه. بيقعدوا ما تعودوش على كده. بيخربش. مجرم. سميناه بوسبوس، ها؟ اللي هو واخده من بيسو شويه، لان بيسو مش قادره اتخطاه بصراحه. لا انا ولا ولاد يقولوا لي خطه مين بيسو. يلا اشوفكم على خير. باي باي. صباح على خير. باي.